السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو جديد مع بعض. يا رب الفيديو يعجبكم ويكون خفيف على قلبكم وتستفادوا من الفيديو ولو بحاجة بسيطة. النهاردة كان معايا اوردر ميني تورتة تكفي تلات افراد، ما شاء الله اللهم بارك. التورتة بالارتفاع ده تكفي اكتر من 4 افراد كمان. فاللهم بارك. عايزه اقول لكم ان هي كانت حلوه قوي قوي، حشواتها كمان كانت مميزه وكانت زي القمر. طبعا خبزت الكيك قبلها بيوم وغلفته كويس قوي بستريتش وحطيته في التلاجة. طبعا خدوا بالكم الجو بدأ ايه يعني يبقى دفى شوية، فما ينفعش ان احنا نسيب الكيك بره التلاجة. تاني يوم الصبح بقى بدأت ان انا طبعا اقطع الكيك. قطعت 4 طبقات عاليين، وكنت طبعا مجهزة خليط التسقية وكنت مجهزة الحشوات بتاعتي. اول حاجة عملت طبقة من الكراميل وطبقة من مربى الحليب وطبقة مكسرات على شوكولاتة مبشورة. فعايزة اقول لكم ان الطبقة دي بتكون حلوة قوي قوي وبتكون مميزة جدا. هنا كنت بوريكم ان السكرابر ده في ناحيتين كده، ناحية اللي هي التمويجة الجميلة دي الزجزاج ده، والناحية التانية اللي هي شرشرة الصغيرة. التورتاية لما تكون عالية فما ينفعش ان احنا نعملها بالشرشرة اللي هي الضيقة دي، مش هتكون لطيفة قوي. انما التانية دي بتكون اشيك بكتير. لو التورتاية معاك ارتفاعها مش عالي فتقدري ان انت تعمليها بالشرشرة الضيقة. فعملتها بقى بالشكل ده. طبعا هي ما خدتش وقت معايا خالص خالص في التجليس. اولا الكيك كان متبرد كويس، يعني انا حشيت التورتايه ودخلتها الفريزر حوالي تلت ساعة مش اكتر من كده. طبعا بس كنت لميت فتافيت الكيك وكانت من بره زي الفل ما شاء الله اللهم بارك. فطبعا بدأت ان انا اوزع الكريمة وبالسكرابر كده بسرعة خالص خالص، ومخدتش معايا بالظبط 5 دقايق وكنت خلصتها تجليس ويعتبر كده تفنيش من بره. جبت بقى معلقة شاي صغيرة وبدأت ان انا اعمل تمويجة في سطح التورتية من فوق. عايزة اقول لكم ان هي بتدي شكل حلو جدا جدا للكيك. طبعا للي بياخدوا بالهم من التفاصيل، كل التفاصيل دي بتفرق يا بنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بدأت كده ان انا الم اي بواقي كيك على البورد. خدوا بالكم جدا جدا من نظافة البورد اللي انتوا بتشتغلوا عليه. وبعدين كنت خدت كده معلقتين من الكريمة وحطيت عليهم لون احمر جل. وبعدين بدأت ان انا ايه احزم كده التورتاية بيها من تحت وبالسكرابر كده. بدأت ان انا يعني ايه امسح كده عليه من تحت بحيث ان هي يكون شكلها متساوي وحلو. انما انا مش هاممني قوي ان يكون الحرف بتاعها من فوق يعني مسطرة ولا حاجة، لا يعني هي كده كان شكلها ارق واحلى بكتير قوي. طبعا انا كنت طبعا الطبارات دي ذوق العميلة هي اللي مختاراها. فبدأت ان انا اطبعها وقصيتها وجبت بقى كده الشيش اللي هو الابيض ده. طبعا هو بيكون احلى بكتير قوي من الشيش الخشب. يعني خدوا بالكم في حاجات كتير قوي قوي بدايل، وبصراحة بتنقل الشغل بتاعك من شغل عادي الى شغل سبيشال كده ومميز. برضو كمان كنت لازقة القلوب دي بشمع، وكنت بصراحة مجهزة يعني كل حاجة هستعملها في التورتاية دي. فبعد ما يعني وصلت لحد هنا، هي اصلا ده كان شكلها النهائي يعني ده طلب العميلة. فلا حسيت ان التورتايه ناقصها حاجة كده، فحطيت قلب كده من فوق. وكان عندي كده وردة لونها احمر فحطيتها كده في جنب التورتايه. وكان عندي برضو باقي كريمة لونها احمر، فبدأت ان انا اعمل قلوب بشكل عشوائي على التورتايه من بره. والله يا بنات حاجات بسيطة قوي قوي وافكار بسيطة قوي بتجيلي وانا بشتغل، بس بصراحة بتنقل الشغل من يعني من شكل عادي كده الى شكل مميز بجد. كتبت برضو على البورد هابي بيرثداي و
يعني برضو كتبتها كده بايدي. طبعا هي مش احسن حاجة، يعني هي تبقى في المولد السيليكون بتبقى اشيك، بس قلت بقى لا خلاص يعني مش مشكلة. عملت برضو قلب كده على اول البورد من ناحيتي، وهعمل برضو كده قلب كمان، وهبدأ ان انا اوزع كده قلوب برضو بالكريمة على التورتاية نفسها. ما شاء الله اللهم بارك. يعني حلوة قوي قوي، في منتهى الجمال ورقيقة. وعايزة اقول لكم بجد يعني ال الكيك دي تكفي اكتر من يعني 4 افراد، تكفي كمان 5 افراد مرتاح. كل ما كان الكيك عالي كل ما كان تقطيعه كويس، وبيرمي معاكي يعني عدد قطع اكتر. قولولي رأيكم، وما تنسوش طبعا زي ما بقول لكم تعملوا لي لايك، وباي باي.